السبيل ببلدية سيد الصافي الذي يشرف عليه فوج الشهيد بن حسين عبد القادر، حيث يتم تقديم أكثر من 400 وجبة يوميا لفائدة الصائمين من المحتاجين وعابري السبيل. كذلك حملة التضامن التي أطلقها فوج السعادة ببلدية حمى البحجر، حيث تمكن من توزيع 150 طرد غذائي على العائلات المحتاجة. كذلك حملة شوية من خير بتفرح التي نظمها فوج العزم في بلدية بني صار، والتي أسفرت عن توزيع 50 طرد من المواد الغذائية على العائلات المعوزة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من المبارك، مما يعكس كذلك قيم التضامن والتعاون السائدة في المجتمع الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النشاطات ستستمر طيلة الشهر الفضيل، إضافة إلى حملات أخرى مبرمجة خلال هذا الشهر المبارك تهدف جميعها إلى دعم الأسر المحتاجة وتعزيز روح التكافل الاجتماعي في المجتمع الجزائري. أمنيا تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لوالهاصة من توقيف أحد سارقي دراجة نارية من عين تيموشنت. العملية تمت على مستوى الطريق الولائي رقم 1. تفصل النقيب حد نجاة المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني. تلقى مركز العمليات في المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055، مفادها تعرض أحد الأشخاص إلى اعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف شخصان يجهلهما، متبوع بسرقة دراجته النارية نوع فاسبا سكوتر، ولاذ بالفرار باتجاه بلدية والهاصة. على الفور تم الاتصال مباشرة بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوالهاصة الذين كانوا متواجدين في ضرورية بالميدان بعد استغلالهم للمعلومة وتوقيف أحد الأشخاص على متن دراجة نارية والتي كانت محل السرقة على مستوى الطريق الولائي رقم 1 الرابط بين بلدية هوناين ولاية كنسان ووالهاصة عين تيموشنت، ليتم اقتياد السارق إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وإرجاع الدراجة إلى المركبة الرياضية الجوالي لبلدية عين الأربعاء دورة كروية في صف البراعم بمشاركة جمعية المنارة الثقافية. تعرف مشاركة 8 فرق وتأتي تحت شعار رمضان عبادة ورياضة. مراسلة هواري بالخير. تحت شعار رمضان عبادة ورياضة نظم المركب الرياضي الجوالي ببلدية عين الأربعاء وبالتنسيق مع جمعية المنارة الثقافية دورة كروية لصنف البراعم بمشاركة 8 فرق من مختلف بلديات الدائرة. يفخر السيد بنزينة أحمد رئيس الجمعية الثقافية منارة في هذا التسجيل. تحت إشراف مدير الشباب والرياضة وديوان مؤسسة الشباب تأتي المركب الرياضي الجوالي لعين الأربعاء مع الجمعية الثقافية الشبانية المنار والرابطة الولائية للرياض الجوالية والملحق البلدي تحت شعار رمضان رياضة وعبادة، يرتعين تنظيم دورة كروية رمضانية داخل القاعة في طبعتها الثالثة بمشاركة 8 فرق كل فريق 12 لاعبين من مختلف بلديات الدائرة. مع الأربعاء الفريقين تيجي مدير الفريقين جيل الصاعد أكاديمية عين تيموشنت شباب والصباح والمركب الرياضي الجوالي. يبقى الهدف الأسمى من هذه الدورة هو إنعاش الرياضة واكتشاف المواهب والاحتكاك بين المدارس الكروية وحضور السلطات المحلية والأمنية. المشاركون اتفقوا